وصفتنا اليوم فتة التمر الهندي أو فتة الحمر بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة، لازم تجربوها. في مقلاة على النار حنزل البصل والزيت وأقلبه. أضفت ملعقة من معجون الطماطم والبهارات معاها مكعب مرق. بعدها حضيف عليها الطماطم أقلبها لحد ما تبدأ تدبل، وأضيف عليها التمر الهندي بعد ما نقعته بموية حارة وصفيته. وآخر حاجة حضيف عليها دبس الرمان وأرفعها عن النار. جهزت صوص الزبادي عبارة عن زبادي وثوم وليمون، قلبتها مع رشة ملح. وبعدها حبدأ أجهز الفتة. نزلت البتنجان المقلي وحضيف عليها رشة من البليلة وكمان رشة بقدونس، وأنزل عليها نص كمية الصوص اللي عملته. وبعدها حنزل عليها البطاطس المقلية وصوص الزبادي وباقي كمية الصوص اللي عملته، وأزينها باللوز المقلي والبقدونس. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة وحامضة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.